المادة اللي معانا النهاردة هي سيرتكت 1 من شركة سي ام بي. سيرتكت 1 من شركة سي ام بي مادة أو مستحلب بيتوميني مخصص لعزل الأسطح الخرسانية والأسمنتية طبعا والطوب ضد المية. طيب إيه أهم حاجة في سيرتكت 1؟ إن هو بيتحمل الضغط المستمر للمية، يعني مش زي العزل العادي اللي بيبقى شوية مية جت عليه وخلاص نشفت والموضوع انتهى، لأ هو بيستحمل كمان الجراجات اللي على طول فيها غسيل سيارات وكلام من ده، الأسطح بتاعة المباني أو الأسقف بتاعة المباني أو الحوائط أو الجدران اللي في المصانع اللي ممكن يكون فيه عليها نسبة رطوبة عالية. فهو بيتحمل الكلام ده وبيتحمل الضغط المستمر للمية، وبالتالي بيتحمل الأملاح الناتجة عن الضغط المستمر للمية. فهو مادة معمول لها رفع كفاءة كويس جدا ضد المية. ايه المميزات التانية اللي عندي؟ ان هو ممكن يعزل المعادن، وبالتالي ممكن نستخدمه برضه في عزل المصانع. يعني ممكن نستخدم هي مادة واحدة بس العزل النهارده تستخدم في الأسطح الخرسانية والأسمنت والطوب والمعادن والكلام ده كله تستخدم في المصانع. فانت بتجيب ماده واحده بتستخدم لكل حاجه، وبالتالي ده بيوفر معاك الهادر اللي بيحصل نتيجه انك جبت عبوه من خامه وعبوه من خامه، اتبقى عندك من دي شويه واتبقى عندك من دي شويه، فبالتالي انت خسرت مرتين. لكن الخامه دي انت بتجيبها مره واحده بتستخدم لكل الاسطح اللي عندك، فهي خامه كويسه جدا. فسيرتكت 1 خامه مهمه جدا لعزل الرطوبه. طيب ايه تاني مميزات عندي في سيرتكت 1 من سي ام بي؟ ممكن نستخدمه في حشو او ملء الفراغات اللي بتبقى موجوده. يعني لو عندك فراغ او شرخ معين موجود، الفراغ ده بينتج عنه ميه، انا ما بتكلمش في سد الفراغات بتاعت الشروخ كشكل ظاهري او كعامل انشائي، بتكلم كشرخ في تانك مثلا وبيسرب ميه او كلام من ده، فسيرتكت 1 ممكن يستخدم في الحاله دي. طيب في عندنا ميزه مهمه جدا وهي اللي خلتني اصلا اتكلم عن سيرتكت 1 ده، ان هو ممكن يتخلط بالمونه، ممكن يتخلط بالمونه الاسمنتيه، ودي حاجه مهمه جدا عندنا في العزل. انا ممكن استخدمه للتخليط مع الميه او بديل للميه، بس اهم حاجه ان احنا لو هنستخدمه كسد للفراغات او ملء او حشو للفراغات اللي فيها تسريب ميه بيستخدم بدون تخفيف. اما لو هستخدمه ان احنا نحطه مع المونه الاسمنتيه علشان يزيد او يرفع من كفاءتها ضد انها تسرب ميه، فاحنا في الحاله دي لازم نخلطه بنسبه 2:1 ميه، يعني لازم يتخفف بميه بنسبه 2:1. طيب خلينا نشوف تاني خلينا نشوف طريقه استخدامه كخامه. اول حاجه ان احنا لازم ننظف الاسطح تماما من اي عوالق، نزود نسبه التخفيف بتاعه الميه اللي قلنا عليها 2:1 او 3:1، وهندهن الاسطح بتاعتنا بالفرشه. ولو عايزين ندهنها بواسطه مكنه رش او حاجه ترش هنزود 20% ميه كمان طبعا عشان ما يسدليش البخاخ بتاعي او المكنه اللي بترش. وهندهن بس انا افضل يعني نستخدمه بفرشه، وهندهن الاسطح بتاعتنا بعد ما ننضفها. هندهن الاول الطبقه التحضيريه ونسيبه ساعتين، من ساعه لساعتين ينشف. انا افضل ساعتين عشان تطمن انه جف تماما. بعد كده تحط الطبقه الثانيه، تستنى من ساعه لساعتين، وبعد كده تحط الطبقه الثالثه. ده لو حابين ان احنا نعزل الاسطح. لكن لو حابين ان احنا نقول ازاي ممكن نخلطه مع المونه الاسمنتيه، مفيش اي مواصفات غير ان احنا بنحطه بديل للميه، بشرط ان هو يكون متخفف بنفس النسب اللي قلناها قبل كده. يعني نحط اسمنت ورمل وسيروتكت، بس يكون السيروتكت بتاعي مخفف بنسبه 2:1 او 3:1 علشان يتعمل مزيج كويس. دي اول ملحوظه. تاني ملحوظه اني قبل ما استخدم السيروتكت لازم اول ما افتح العبوه بتاعتي اقلبه كويس جدا 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 لحد ما المزيج بتاعي يبان، لان هتلاقي في فصل طبعا نتيجه التخزين وكلام من ده. وصلاحيته عموما 12 شهر او سنه، والصلاحيه دي قبل الاستخدام او قبل الفتح، لكن مش بعد ما تعرضه للهواء يقعد معاك سنه. فهو الصلاحيه دي قبل الفتح او قبل الاستخدام. الفتره الجايه ان شاء الله نتكلم عن مواد تانية كويسه جدا، ونتكلم عن اهم مميزات وعيوبها وطريقه الاستخدام بتاعها.